مرحبا أحبائي، كيفكم؟ اليوم عندنا أكلة باقلاء بالدهن. أخذنا طبعا نص كيلو باقلاء يابس. هسه راح ننقعه بالمي تقريبا 12 ساعة، وبعدها راح نسلقه وبعدين أكملكم الفيديو. إخواني، بعد ما نقعنا الباقلاء أو الفول لمدة 12 ساعة، هسه راح نخليها بطنجرة للضغط مدة 30 دقيقة. من تستوي راح أقولكم إيش راح نسوي. هسه اخواني بالنسبة للفول حطينا بيها مي، وراح نخلي بيها 3 مكعبات ماجي، 3 من هذول. وراح نخلي رشة كمون، ورشة فلفل اسود، وراح نخلي قليل من الملح. ليش خلينا قليل من الملح؟ لان الماجي بيها ملح. بعد ما استوى الفول طبعا اخذنا كمية من عنده هسه هذا المسلوق، وراح نبدأ نفلسه. قبل ما نخلص تفليس قطعنا بصل شوية هاي بالطبق، وراح نحط عليه طبعا ملعقتين كبار زيت، واخليه على النار حتى يستوي لما يصير لونه تقريبا ذهبي، فنستغل الفرصة بهاي. هسه جبنا خبز، احنا راح نثرد خبز بالصحن. هسه نجي نشرب الخبز بالمي، مي الفول. بعدين نحط الفول المفلس فوقه. وهذا البصل بعد ما قليناه نحطه فوقه هو وشوية زيت. هسه ايش ناخذ اخواني؟ ناخذ بيضتين نخبطهم اثنيناتين، ونحط عليهم شوية ملح وفلفل اسود، ونقليهن خبط بالطاوة، ونخليهم فوق الصحن. شوفوا اخواني، هاي البيضة هاي تنحط يجي فوقها. هاي النتيجة النهائية يا اخواني طبعا للأكلة. اذا حبيتوها للأكلة سوونا لايك وسوونا شير، وألف عافية اخواني. إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع فيديو جديد. باي باي.